السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ رب دايما تكونوا بخير ان شاء الله. دلوقتي هنبدأ في كورس تأسيس الانجليش، وهنبدأ في المستوى الاول وتحديدا في المحاضرة الاولى. بس قبل ما نبدأ في الشرح وقبل ما نبدأ في المحاضرات، عايزك تقوم حالا تجهز كشكول وتخصصه للكورس عشان تكتب فيه الكورس. تمام؟ دي اول خطوة. والخطوة التانية ان انت يكون عندك نية للتعلم وان انت تكمل الكورس للنهاية. مش هنبدأ النهاردة نذاكر محاضرة وبعدين نأجل سنة، لا، هتبدأ النهاردة معايا يبقى تكمل معايا للنهاية وتكمل مذاكرة الكورس للنهاية. تمام؟ عشان تنجز وتتعلم. تمام؟ تمام. وانا هبدأ معاك دلوقتي من البداية خالص، من الصفر حرفيا، من الحروف الإنجليزية. ده اللي هنتعلمه في المستوى الأول. تمام؟ وقبل ما أبدأ معاك الشرح في المستوى الأول، أنا حابب بس أعرفك هتتعلم إيه من المستوى الأول. واحد، هتتعلم إزاي تقرأ وتكتب أي كلمة في الدنيا. رقم اتنين، هتتعلم وتعرف إزاي تقرأ أي رقم في اللغة الإنجليزية أيا كان الرقم ده. رقم ثلاثة، هتحفظ كمية كلمات محترمة، وده شيء مطلوب جدا جدا في اللغة الإنجليزية. رقم أربعة، هيكون في امتحانات بشكل مستمر على كل محاضرة هتنزل لك. خلينا دلوقتي نبدأ في الشرح بتاعنا على طول ونشوف المستوى الأول بيقول إيه. المستوى الأول زي ما قلت إن أنا هتعلم في القراءة والكتابة. مهمة أو وظيفة المستوى الأول إن هو يعلمني إزاي أعرف أقرأ وإزاي أكتب وأحفظ كمية كلمات كبيرة وكمية كلمات سهلة وبسيطة في البداية عشان تسهل الأمور عليك في البداية. تمام؟ تمام. طب يلا بينا. المستوى الأول أهو، ده إيه؟ المستوى الأول. مبدئيا كده انا عايزك تعرف احنا عندنا كام حرف في اللغة الانجليزية. زي ما قلنا هنبدأ من البداية خالص وهنمشي واحدة واحدة، وكمان هناخد قواعد دراسة الحروف. يعني كل حرف من الحروف في اللغة الانجليزية هديك قواعد دراسة الحرف ده او قواعد نطق الحرف ده. تمام؟ عشان تقرأ وتكتب صح. تمام؟ طيب احنا عندنا كم حرف في اللغة الإنجليزية؟ عندنا 26 حرف. عندنا كم حرف؟ 26 حرف. تمام؟ تمام. طيب ال 26 حرف دول في 21 حرف ساكن، زي مثلا البي، السي، الدي. تمام؟ تمام. في 5 حروف متحركة. 5 حروف ايه؟ متحركة. ايه هم ال5 المتحركين؟ قول معايا. ايه؟ قول معايا. اي، اي، او، يو. تمام؟ وفي ناس بتقول يعني ان حرف الواي من الحروف المتحركة، بس دي معلومة مش معروفة ومش مشهورة، فخليك في المعروف والمشهور اللي هم ال5 دول. تمام؟ تمام خالص. طيب انا عندي كام صوت في اللغة الانجليزية؟ كان الطبيعي ان انا عندي 26 حرف في اللغة الانجليزية، فانت هتبدأ تفكر وتقول لي يبقى انا عندي 26 صوت في اللغة الانجليزية. هفكر بالشكل ده، بس لا، احنا عندنا 44 صوت في اللغة الانجليزية، ان في حروف ومقاطع بتدي اكتر من صوت. تدي ايه؟ اكتر من صوت. فاحنا عندنا كام صوت؟ 44 صوت في اللغة. تمام؟ وبتنقسم إلى أصوات طويلة وأصوات قصيرة، وده هندرسه أكتر في الليفل 4. في ليفل إيه؟ 4 في السبيكينج. مش موضوعنا دلوقتي خالص، مش موضوعنا دلوقتي. تمام؟ تمام. طيب احنا برضو عايزين نبدأ في المستوى الأول ونتعمق فيه أكتر، مفيش مشكلة على الإطلاق. خلينا نبدأ دلوقتي بحرف ال A. خلينا دلوقتي إيه؟ نبدأ بحرف ال A. ده حرف إيه؟ ال A. هنبدأ دلوقتي بحرف ال A. حرف ال A يا سيدي ليه 4 طرق في النطق. احنا قلنا في المستوى الأول وفي المحاضرة الأولى تحديدا هنبدأ واحدة واحدة مع بعض، وناخد كل حرف من الحروف وازاي بقرأ الحرف ده وازاي بقرأ الحرف ده
ومع نهاية كل محاضرة هتاخد مجموعة من الكلمات تحفظها، وبعد ما تحفظها تدخل الامتحان بقى وتقيم نفسك تشوف انت ذاكرت كويس ولا لا. هي دي الطريقة الصح عشان تتعلم، هي دي الطريقة الصح علشان تتعلم. تمام؟ طيب احنا في المحاضرة الأولى دلوقتي هندرس قواعد نطق الحرف A و B و C و D و E. تمام؟ وكمان هناخد ايه؟ كلمات. هنبدأ بأول حرف اللي هو حرف مين؟ حرف ال A. حرف مين؟ حرف ال A. ده شكله ممكن اكتبه كده ممكن اكتبه كده. ليه كام طريقة في النطق؟ ليه 4 طرق في النطق. الطريقة الأولى إن هو يلفظ زي الألف الممدودة في اللغة العربية، في الكلمات المكونة من 3 أو 4 أو 5 حروف. تمام؟ أمثلة، ده مثال أهو، ده كمان مثال، وده كمان مثال. تمام؟ يلا لما اديك امثله زي دي واقول لك ابدا اقرا الامثله دي، هتبدا تقول لي ان دي مان. شوف انا بقول مان، شوف اللفظ بتاع الايه فوق فتحه او الف فوق. مان. هاند. لارج. حتى اكبر دليل على كده ان هي بتكون الف ممدوده، لو انا هكتبها بالعربي بتكون هاند كده. تمام؟ اهو تكون مان كده اهو، لارج اهو. تمام؟ دي القاعدة الأولى الحرف الإيه. القاعدة الثانية مهمة خالص، بيلفظ زي الياء. زي إيه؟ الياء لما يكون في نص الكلمة، وبعدين حرف ساكن وبعدين ايه؟ وبعدين ايه. تمام؟ هناخد الامثله هتتضح عليها القاعده بسهوله خالص. بص عندي مثلا اهو نيم اهو، عندي كمان اهو عشان بس نقرا مع بعض كمان اهو مثال، وكمان مثال اهو. يلا بينا. فانا هنا بقول ان حرف ال A بيلفظ زي مين؟ الياء. زي الياء لما بيكون في نص الكلمة، ايه؟ الكلمة. الترتيب ده مهم والشكل ده مهم. يبقى حرف ال A كده، وبعدين حرف ساكن وبعدين ايه؟ حرف ال E، وبعدين حرف ال E. يلا اقرأ بقى، بقول ايه؟ نيم اهو ياء. طب هنا ليت. طب دي اسمها ايه؟ ها يلا اقرأ معايا، طبق بقى ايه القاعدة اللي انا قلت لك عليها. ايه ده؟ حرف الايه في نص الكلمة، في نص الكلمة، وبعدين حرف ساكن اللي هو حرف الار، وبعدين حرف الاي، فابدأ اقول ايه؟ كير اهو، كير. تمام. اللي بعديها حرف الايه في نص الكلمة اهو، وبعدين حرف ساكن وبعدين حرف ايه؟ الاي. يبقى اقول ايه؟ كيس. المفروض اقول كيس صح، بس الاصح منها كيز. ليه؟ علشان حرف الاس بين حرفين متحركين يبقى ذات. ماشي؟ حرف الاس بين حرفين متحركين يبقى ذات، فانا بقول كيز مش كيس. تمام؟ كيز. تمام؟ طيب ممكن حد ايه يلاحظ يقول لي ايه ده؟ طب ما هنا حرف الايه هنا اهو في نص الكلمه، وبعدين اهو حرف ساكن وبعدين حرف الايه، ليه ما اقولش اللي هو تكون ياء؟ لا، هنا مش حرف ساكن واحد، هنا حرفين. هنا ايه؟ حرفين ساكنين. يبقى شرط عشان اطبق القاعده دي يبقى حرف ساكن واحد يكون في نص الكلمه ويكون حرف الايه. تمام؟ القاعده الثانيه، القاعده رقم 3، ان حرف الايه رقم 3 اهو، حرف الايه يلفظ زي الياء برضو. حرف الايه بيلفظ زي الياء لما يكون بعده
اي، يعني الشكل هيكون عامل ازاي؟ يكون ايه كده وبعدين اي. تمام تمام. يلا نشوف الامثله اهو. ده مثال كمان، وده ايه؟ مثال. يلا ممكن مثلا حد يشوف اول كلمه مثلا دي فيقول طول، اللي هو مش عارف القاعده، لكن لا هي مش طول، هي اسمها تيل. اسمها ايه؟ تيل. ليه؟ لان حرف الاي وبعدين حرف الاي، فحرف الاي بيلفظ ياء فبقول ايه؟ تيل. تيل. ماشي. هنا ايه؟ ياء. طب هنا بقول ايه؟ ترين. ترين. طب اللي بعديها ترينر. 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 دي ايه؟ القاعدة رقم 3. طيب بعدين هناخد القاعدة رقم 4. القاعدة رقم 4 ان حرف الاي، حرف الاي بيلفظ، يلفظ زي الاو. زي مين؟ زي الاو لما يكون بعديه دبل ال. لما يكون ايه؟ بعديه دبل ال. وممكن لو بعديه برضو الاي كي، او لما يكون هو اصلا يعني ايه بعديه ال كي، هو يعني هيكون قبل ال كي. تمام. او ال تي، او ايه؟ ال تي. ناخد امثله. عندنا مثلا ده مثال اهو، وده كمان مثال، وده كمان مثال. يلا نشوف. اول مثال ايه ده؟ هي حرف الاي وبعدين دبل ال. حرف الاي وبعدين دبل ال، فالمفروض اللفظ بتاعه هيكون او. هيكون ايه؟ او. يعني دي هتكون ايه؟ اول. اول يعني كل. طب اللي بعديها بول. بول يعني كرة. طب اللي بعديها، اللي بعدها دي ايه؟ سوليد. هنا المفروض ال تي. المفروض ايه؟ ال تي. سوليد يعني ايه؟ ملح. فهنا برضو او. طب اللي بعديها ايه؟ توك. بعدها ايه؟ توك. هنا ايه؟ حرف الاي وبعدين ال كي، فبلفظه او. بلفظه ايه؟ او. طب ال سايلنت هناخدها في موضعها. تمام تمام خالص. يبقى انا دلوقتي اتكلمت عن حرف الاي ومن الحروف المهمه. ليه 4 قواعد في النطق. انا مش هسالك واقول لك تعالى سمع لي قواعد نطق حرف الاي. انا مش هسالك كده. مش هقول لك تعالى يا ابني انت حفظت اللي انا قلته، تعالى بقى سمع لي حرف الاي امتى بقول ياء، وحرف الاي امتى بقول الف، وحرف الاي امتى بقول او. انا مش هسالك كده ومش هقول لك كده، مش عايزك تتعلم كده. امال انا عايز ايه؟ انا عايزك تبقى عارف القواعد دي في دماغك، بحيث لما تشوف كلمه فيها حرف الاي فانت تفهم ان الكلمه دي فيها قاعده من ضمن القواعد اللي انت درستها، ففي جزء من الثانيه كده تقراها صح على طول، تقرا الكلمه دي صح على طول. تمام تمام. طب هو الموضوع يعني هيجي معايا بالسهوله دي؟ لا، هو مش هيجي معاك بالسهوله دي. محتاج منك وقت، ومحتاج منك صبر، ومحتاج منك تدريب وقراءه كتير. تمام. خليني صريح معاك. طبعا احنا دلوقتي خلصنا حرف الايه. هل في اي مشكله؟ طبعا يعني الكلمات دي مهمه خالص ان انا احفظها. لازم احفظ كلمات كتير في اللغه الانجليزيه. انا قلت في المستوى الاول هنحفظ كميه كلمات محترمه وسهله وبسيطه مش صعبه خالص. تمام. فانا هكتب الترجمه بتاعتهم علشان الناس برضو ايه اللي بتكتب ورايا وكده تكتب بالعربي وبالانجلش، ويكون عندها قاموس خاص بيها تحفظ منه. مان يعني رجل. مان يعني ايه؟ رجل. هاند يعني ايه؟ يد. لارج يعني كبير. نيم يعني اسم. ليت يعني ايه؟ متاخر. كير يعني ايه؟ يهتم. كيز يعني حاله، ودي كلمه مهمه خالص 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 الكلمه دي. تيل يعني زيل. ترين يعني قطار. ترينر يعني مدرب. اول يعني كل. بول يعني كره. سولت يعني ملح. توك يعني يتحدث. طيب بعد ما خلصنا حرف الاي دلوقتي خلينا نبدأ في حرف البي. وحرف البي ممكن اكتبه كده وممكن اكتبه كده. تمام. من الحروف المهمة خالص خالص. ليه طريقتين في النطق. الطريقة الأولى الطريقة العادية خالص خالص مفيش فيها أي مشكلة، إن أنا بلفظه بي. إن أنا إيه؟ بلفظه بي. يعني مثلا أهو بوك مثلا، بوكس.
مفيش مشكله خالص. فانا حرف البي بلفظه ايه؟ بي عادي. القاعده الثانيه الحرف البي، والقاعده دي مهمه قوي قوي وبتلخبط ناس كتير، ان حرف البي لما يكون قبليه حرف الام حرف البي بيكون سايلنت. يعني ايه سايلنت؟ يعني لازم اكتبه بس مش هلفظه. بس ايه؟ مش هلفظه. يبقى القاعده شكلها عامل ازاي؟ بيكون ام كده وبعدين بي، البي ماله سايلنت، يعني ايه؟ لا يلفظ. لا يلفظ. يبقى امتى لا يلفظ حرف البي؟ امتى لا يلفظ حرف البي؟ لما يكون قبله ام. قبله ايه؟ ام. طب احنا عايزين امثله. يلا، ده مثال اهو، وده كمان مثال، وده مثال اهو، وده كمان مثال. يلا يعني هايس. تمام. هقول ايه بقى؟ انا قلت لك القاعده، حاول لما اقول لك القاعده واكتب لك امثله، فانت يعني حاول تطبق القاعده وتقرا من نفسك. حتى لو قرات غلط عادي، انت لسه في البدايه، اقرا غلط مفيش مشكله، واحنا هنصحح الغلط ده. بس خلي فيه تفاعل دايما، خلي فيه تفاعل. انت بتشوف الفيديو، اتكلم، قول غلط، عشان لما تقول الغلط هتعرف الصح، ما تبقاش قاعد كده بتسمع وخلاص. تمام. طب يلا، هنا النطق الصح ليها كوم. النطق الصح ايه ليها؟ ايه؟ كوم، يعني مشط. يعني ايه؟ مشط. هنا البي ايه؟ سايلنت. البي سايلنت. طب هنا هقول ايه؟ البي سايلنت يعني ايه؟ كلايم. 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 كلايم يعني ايه؟ يتسلق. يتسلق. تمام. طب هنا توم. توم يعني كبر. تمام. طب هنا اللي بعديها كرام. البي سايلنت. هنا البي سايلنت يعني فتات. تمام. ده حرف البي. القاعده دي مهمه خالص، في كلمات طبعا كتير بس انا اديت امثله يعني. اديت امثله. فانا لما اشوف حرف الام وبعد حرف الام حرف البي، فالبي بيكون ايه؟ سايلنت. البي بيكون ايه؟ سايلنت. طيب خلينا ندخل دلوقتي على حرف من الحروف المهمة جدا جدا جدا، واللي عاملة مشكلة لناس كتير جدا وبتلخبط ناس كتير جدا، اللي هو حرف السي. حرف ايه؟ السي. اهو ركز بقى معايا، امتى هقول سي وامتى هقول كي. خليه كده كي، وخلي هنا ايه؟ سي. انا بسألك المعلومات اللي عندك، امتى هقول الحرف ده سي وامتى هقول عليه كي. يعني امتى وانا بلفظ الكلمه فهقول سي، وامتى مش هقول سي واقول كي. ها، ايه المعلومات اللي عندك؟ تقول لي مثلا لو كان بعد الحروف المتحركه، لو جه بعد حرف من الحروف المتحركه بقول سي وغير كده بقول كي. هقول لك هي المعلومه صح بس مش كامله، مش مظبوطه. مش مظبوطه. امال ايه الصح؟ هقول سي لو كان بعديه حرف من 3 حروف، يا اما اي او اي او واي، اي واحد من دول. يعني انا لو شفت مثلا السي وبعد السي اي يبقى سي، بعديه اي يبقى سي، بعديه واي يبقى سي برضه. طب عايزين امثله. يلا اهو، دي هقول عليها سي ولا كي؟ لا، ده هنا بعدها اي. بعدها ايه؟ بقول ايه؟ سيل. ولما اقرا بعد ما ادرس المستوى الاول وادرس المحاضرات دي، لما اقرا الكلمات بعد كده فاكون متاكد من القراءه بتاعتي وواثق فيها. ليه؟ لان انت بتدرس حاجات بتعمق، وبتدرس قواعد نطق كل حرف من الحروف. انت عايز ايه تاني؟ فانت لازم تقرا بثقه. يبقى دي ايه؟ سل. سل. طب دي ها، هنقول سي ولا كي؟ ما تتلخبطش بقى. اول ما تشوفها هتبص على اللي بعديه، لو كان اي خلاص يبقى سي، لو كان اي يبقى سي برضه. يعني ده تبقى ايه؟ سينما. سينما. طب اللي بعديها يلا اهو نركز. هنا ايه؟ سلندر. سلندر. سلندر يعني ايه؟ سلندر يعني اسطوانه. سلندر يعني ايه؟ اسطوانه. يبقى سيل، سينما، سلندر. هنا ايه؟ سي. تمام. طب ناخد امثله تانية.
مثلا اهو، شوفوا كده المثال ده اهو، سيتي مفيش مشكلة. طب شوفوا ده كده، ها هنا انت هتلاحظ ان حرف السي مش في اول الكلمة، يعني مش في الاول كده، في الاخر. هو لو كان في الاخر القاعدة اللي حضرتك قلت عليها هتتغير، اللي هو يعني لو كان بعديه اي او اي او واي، هقول سي فهي هتتغير مثلا؟ لا مش هتتغير، عادي برضه. انا قلت لك هتتغير في البدايه، او قلت لك مثلا شرط يكون في اول الكلمه، لا ما قلتلكش، يبقى هي كده مش هتتغير، يبقى عادي هقول سي. عادي هقول سي طالما بعديه حرف من الحروف اللي انا قلت عليها. يعني المثال ده هيكون ايه؟ هيكون فيس. هيكون ايه؟ فيس عادي خالص. طب ده هيكون ايه؟ ريس. ريس. طب فيس يعني ايه؟ وجه. وجه او يواجه، او يواجه. وعلى فكره هي فيها قاعده من قواعد حرف الاي، ان حرف الاي ده حرف ساكن وبعد حرف الاي يكون يا، هتقول في يس. طب اللي بعديها هنا ايه؟ ريس. ريس يعني السباق. تمام. ده لما بقول سي، ده لما بقول سي. غير كده يا باشا بقول كي. غير كده بقول كي. مثلا اهو، هنا ايه؟ كات. هل حد مثلا بيقول سات؟ لا هي كات. كار. كراي. كلين. كلين يعني ينظف او نظيف، بتيجي كفعل وبتيجي كاسم. تمام. كلير يعني واضح. كلير يعني ايه؟ واضح. ينظف او نظيف. يبكي. سيارة. قط. تمام. يبقى انا عرفت امتى بقول سي، امتى بقول كي. تمام زي العسل خالص. تعالى بقى اديك بالمره حرف الاي. هو حرف الاي سهل وبسيط خالص، بس برضو قبل ما ناخد حرف الاي هناخد حرف الدي. تمام. هناخد ايه؟ حرف الدي. خلينا ايه نمشي بالترتيب. خلصنا الاي، خلصنا البي، خلصنا السي، هناخد دلوقتي الدي وبعدين ناخد الاي، بعدين ناخد ايه؟ الاي. طيب هو حرف الدي مفيش فيه اي ملحوظات كتيره. هو يعتبر ليه طريقتين في النطق. الطريقه الاولى ان انا بلفظه زي الدي عادي، مثلا بقول فود، مثلا داد، مثلا دوج. عادي حرف الدي بيلفظ دي في الكلمات دي، مفيش مشكله. حرف الدي بيلفظ ايه؟ دي عادي خالص. القاعده الثانيه بقى المهمه، ان انا لما بيكون عندي حرف الدي، انا ممكن اكتبه كده او كده، وبعدين حرف الان، حرف الان، ففي الحاله دي الدي سايلنت. سايلنت يعني لا يلفظ. لا يلفظ. مش هلفظه، مش هلفظه، مش هلفظه، مش هنطقه. طب ما احنا عايزين مثال. عينيا يلا بينا. بصوا كده، دي ايه؟ وينزداي. دي ايه؟ وينزداي. يعني ايه وينزداي؟ يعني يوم الاربعاء. يبقى دي ايه؟ وينزداي. يعني ايه وينزداي؟ يعني يوم الاربعاء. فهنا الدي ان، الدي ان، الدي سايلنت. تمام. الدي ايه؟ سايلنت. الدي ان، الدي سايلنت. وينس داي يعني الاربعاء. تمام. ده حرف ايه؟ الدي. بحرف الدي. ماشي. هل في مشكلة؟ لا مفيش مشكلة خالص. تعالوا ناخد حرف الاي. نكتبه كده هنا اهو. حرف ايه؟ الاي. هو بيقول لي ان حرف الاي هو يعتبر يعني حرف الاي لما بيكون طبعا في نهاية كلمات معينة بيبقى سايلنت، زي مثلا كير. هي دي مش قاعده يعني عشان نتكلم فيها، ولا لما بيكون في اخر الكلمه زي كده بيبقى سايلنت. تمام. انما القاعده الاساسيه بتاعته ان هو بيلفظ زي الكسره. زي الكسره. امتى؟ لما يكون وحيد في الكلمه، لما بيكون لوحدي في الكلمه.
يعني ايه لما بيكون وحيد في الكلمة؟ يعني حرف متحرك. ايه ده؟ هو من الحروف المتحركة اصلا؟ ايه الحروف المتحركة؟ يعني حرف متحرك لوحده في الكلمة. بقول زي كسرة كده، زي ايه؟ كسرة. طب نشوف كده اهو. يلا نحاول ان احنا نقرا. اول واحده ايه؟ بد. اول واحده ايه؟ بد. شوفوا انا بنزل، بد بنزل تحت، بنزل تحت. حتى انا لو حاولت اطلع فوق بالكلمه فهقول باد. هقول ايه؟ باد. يعني ايه؟ سيء. فهنا اصلا المعنى اتغير والنطق بتاعي اتغير لو حاولت اغير في تشكيله. عشان كده مهم أوي ان انا اركز في كل تشكيله وفي النطق، عشان النطق مهم. يبقى ايه؟ بيد يعني سرير. طب هنا ريد احمر. هنا 10 10. طب هنا ليج يعني ايه؟ اللي هو الرجل يعني او الساق. هنا من، ماشي، يعني رجال. تمام. احنا كده خلصنا الحروف بتاعتنا النهارده، اللي هو الاي والبي والسي والدي والاي. في اول محاضرة. دلوقتي هناخد مجموعة من الكلمات نحفظها، مهمة خالص. طبعا يعني كل محاضرة هناخد مجموعة من الحروف نتعلمها بالشكل ده، وناخد مجموعة كلمات نحفظها لحد ما نخلص المستوى الاول بإذن الله. همسح بس الكلام ده بسرعة كده، وبعدين هناخد الكلمات اللي هنحفظها. الكلمات دي مهمة خالص ان انا اطبق عليها الحاجات اللي انا بدرسها. يعني انا لما هكتب الكلمات دلوقتي انا عايزك انت قبل ما تسمع النطق مني انت اللي تقرأ الكلمات. قلت لك قبل كده اقرأ عادي، اغلط، اعرف الغلط بتاعك كان ايه، المشكلة كانت فين، علشان لما تسمع الصح تعرف الغلط بتاعك. تمام. لازم ان انت تحاول، ولازم ان انت تجرب. تمام. تمام خالص. زي ما قلت لك لما تذاكر الحاجات دي والحروف دي والقواعد دي، ذاكر ان انت بتفهم مش بتحفظ، لان انا مش هسمع لك. انا كل اللي عايزه منك لما اكتب لك كلمة تقرأها صح. يعني في نهاية المستوى الاول، نهاية المستوى الاول يعني مثلا اكتب لك مجموعة من الكلمات، املا لك السبورة كلمات كده واقول لك يلا بقى عيش واقرأ كل الكلمات دي صح بناء على دراستك للمستوى الأول. ده يعتبر امتحان عملي في نهاية المستوى الأول. تمام. فتقول لي زي الفل خالص، هو ده اللي أنا عايزه وهو ده الاهتمام اللي أنا عايزه عشان أتعلم. أقول لك أنت في المكان الصح. يلا بينا نشوف كده. طبعا انت هتستغرب ان انا مكرر الكلمة اكتر من مرة وكده، بس هعرفك السبب دلوقتي. اصبر بس عليا لما نكتبهم، عشان هعلمكم طريقة كويسة نحفظ بيها الكلمات. خلينا بس ايه نكتب من المصدر بتاعنا اللي احنا بنحفظ منه، من المذكرة بتاعتنا. طبعا المذكرة بإذن الله تكون موجودة معاكم وهي نزلت قبل كده أصلا. طيب يلا بينا. لسه كمان عايزين كار. يلا تاخد يعني فاضل 3. طيب يلا نركز كده في الكلمات اللي قدامنا دي. طبعا في طريقة حلوة خالص للحفظ، ان انا يعني هثبت مقطع زي كار كده في الكلمات كلها، وهغير بس حرف او حرفين
او 3 حروف او كلمة. فالطريقة دي هتخليني احفظ كتير بمقطع واحد بمجهود قليل. لان انا شوفوا انا عملت ايه دلوقتي، بمقطع واحد حطيت حرف، حطيت زودت حرف، حرفين، 3 حروف، كلمة، اتغير المعنى واتغير النطق. تمام. فهي دي الطريقة اللي هنعتمد عليها في الحفظ في المستوى الاول علشان اسهل عليكم الامور. تمام. تمام. طيب هي دي ايه اسمها ايه؟ عايز اسمع منك اسمها ايه؟ ها قلت لك قبل كده، يلا ها قول انت واغلط مفيش مشكلة. دي ايه؟ كار. دي ايه؟ كار يعني سيار. طب دي ها اسمها ايه؟ كير يعني يهتم، اسمها كير. يبقى كار كير. طب دي كارد يعني بطاقة. اقول لك مثلا بي ام كارد. يعني ايه بي ام كارد؟ يعني بطاقة بنك مصر كارد اللي هي الفيزا. تمام. طب دي كاري يعني يحمل. كارجو يعني بضائع. بص انا بقسم الكلمة، كارجو. طب اللي بعديها كيرف يعني ينحت. كيرف يعني ايه؟ ينحت. طب هنا كاروت يعني جزر. طب هنا كارير يعني مهنة او حياة مهنية. كيرفول حريص او منتبه. طب هنا كارفان يعني بيت متنقل. طب هنا كارد بورد اللي هو الورق المقوى اللي احنا بنكتب عليه. تمام. دي تعتبر الصفحة الأولى اللي هتتحفظ. خلينا برضو ناخد الصفحة الثانية معانا عشان تحفظوها برضو. الكلمات دي طبعا مهم ان هي تتحفظ يعني عشان هتسمعوها في الامتحان اللي هتاخدوه، امتحان الكتروني. هنا المقطع كان كار اللي كنا شغالين بيه. هنا المقطع هيكون ايس. المقطع هيكون ايه؟ ايس. خلينا نكتب ايس كتير. نعتبر ان هو ايس كريم مثلا يعني. هنا ايس كتير عشان ايه؟ هنستخدم الايس ده. يلا نستخدم الايس بتاعنا. يلا نركز معانا بقى. يلا ركزوا. هنا ثبتنا المقطع اللي هو ايس يعني ايه؟ ثلج. نايس يعني ايه؟ نايس لطيف. فويس يعني صوت. اقول لك مثلا I am going to making a voice يعني انا هعمل voice، هسجل لك مثلا ايه؟ voice. slice يعني ايه؟ slice يعني ايه؟ شريحة. يبقى slice يعني ايه؟ شريحة. price يعني سعر. juice يعني عصير. twice ما twice مرتين. office مكتب. advice نصيحة. device جهاز. service خدمة. محدش يقول service، اسمها service. يبقى تاني آخر مرة: car care card carry cargo curve carrot career careful caravan cardboard nice voice slice price juice twice office advice
device service. وبكده الحمد لله نكون خلصنا المحاضرة الأولى من المستوى الأول، وإلى اللقاء في المحاضرات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.